يفصلنا عن أجمل شهر وأفضل شهر ومنة ومنحة إلهية بضعة أيام حتى يدخل علينا أجمل ضيف في السنة كلها، وهو شهر رمضان. شهر رمضان هو كأولاد يوسف أجملهم وأحسنهم وأحلاهم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالسنة كأولاد يوسف، فأجمل أولاد يعقوب هو يوسف عليه السلام، والسنة 11 شهرا أجملها هو شهر رمضان. من يحرم هذا الشهر يحرم خيرا كثيرا، ومن يوفق لهذا الشهر يوفق لخير كثير جدا. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى في غاية النباهة لما يتعلق بهذا الشهر الكريم. فقد قال المعلى ابن فضل عليه رحمة الله: كانوا يستقبلون رمضان ب6 أشهر ويودعون ب5 أشهر. فالصحابة والسلف كانوا بين توديع واستقبال، وذلك لمحبتهم لهذا الشهر العظيم ولما يوجد فيه من خيرات. وكيف لا أستقبله وأنزله وأسكنه أجمل مكان، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان 8 وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد وتسلسل فيه الشياطين ومردة الجان، وينادي مناد من أول يوم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من لياليه حتى ينتهي رمضان، وربنا يعتق كل ليلة أناسا من النار، وهذا من فضل الله عز وجل. كان صلى الله عليه وآله وسلم يبشر به، بل كان النبي يستقبله بصيام أكثر شعبان تهيئة لدخول هذا الشهر العظيم. وكان السلف يسمون شهر شعبان بشهر القرآن تهيئة منهم لدخول شهر رمضان. فهم لا يستقبلون رمضان بيوم ولا بيومين ولا ب3 أيام ولا ب4 أيام ولا ب5 أيام ولا بنصف شهر، بل بأكثر من نصف شهر يستقبلون شهر رمضان المبارك، وذلك لعظيم محبتهم لهذا الشهر العظيم. تخيل لو أن لك ضيف غاب عنك سنة واستقبلته مسافة 10 كيلومترات، وجاء شخص من فرط حبه لهذا الرجل استقبله إلى منفذ البلد، فأيهما أشد حبا؟ ذاك الذي استقبله إلى منفذ البلد، يدل على مدى حبه لذلك الرجل. حرك سيارته واستعد لاستقباله، هيأ المكان وهيأ البيت وزينه وجهز الطعام وجهز الشراب من أجل إكرام هذا الضيف العظيم. فكلما زاد إيمانك وزادت عبادتك وزاد حبك للعبادة كلما كنت أكثر شوقا. ولهذا فرق بين استقبال الصالحين وأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة لرمضان. فكل يوم يأتي من شعبان يستقبلون رمضان أكثر وأكثر، فإذا جاء آخر يوم من شعبان هلت دموع الفرح من خدودهم، لا حزنا ولا كربا ولا ضيقا ولا خوفا، وإنما دموع فرح الصالحين باستقبال موسم الخيرات.